أنا بصراحة في حاجة مش مرتاحة لها يا أستاذ راتب، ومحتاجة أفهم منك بالظبط. خلاص بقيت أستاذ راتب، ما بقيتش أنكل. أنت بقيتي بتعامليني رسمي قوي يا شمس. بجد مفيش وقت للكلام ده. أنا محتاجة أفهم منك كل حاجة بالظبط. على حد علمي إن بعد الحكم الأولاني كان المفروض يفوت شهرين ونقدم النقد، والوقت عدى بكتير وحضرتك ما قدمتش أي حاجة. ليه؟ بتشككي فيا بعد السنين دي كلها اللي بخدم في والدك؟ تتهميني بإني ضيعت ميعاد النقد؟ ممكن حضرتك تشرح لي بدل التأنيب اللي ملوش لازمة ده؟ القضية يا شمس زي ما قلت لك فيها بعد سياسي، في ناس بتنتقم بتصفي حسابات مع نور بيه. يعني إيه بعد سياسي؟ ومين الناس دي اللي بتنتقم من حد متوفي؟ وإيه اللي بيعملوه يعني علشان ينتقموا منه؟ إيه تأثيرهم أصلاً على القضية؟ أنا مش فاهمة حاجة. أرجوكي افهميني. أنا لو قدمت النقد في التوقيت ده كان هيترفض، وده آخر مرحلة في التقاضي، يعني الحكم كان هيبقى بات، مش هنقدر نطعن عليه. وإيه الخطوة اللي حضرتك ناوي تعملها بعد كده؟ أرجوك فهمني علشان ما أظلمكش. أنا هحرك الدعوة قدام محكمة مدنية، وهطالب الحكومة باسترداد ثروتها. ولو الحكم صدر لصالحنا هيبقى في تناقض بينه وبين الحكم اللي أصدرته المحكمة الجنائية، والتناقض ده يخلينا نقدر نطرح القضية قدام الدستورية العليا، وفي الحالة دي أنا واثق إننا هنكسب القضية. أنا مش فاهمة حاجة خالص، مش فاهمة. بالطبيعي إنك ما تفهميش لأنك مش محامية. حتى المحامين معظمهم ما يعرفش ياخد الإجراء ده. صدقيني يا شمس، أنا ماليش أي مصلحة في إني أفوت موعد النقد. يعني حضرتك واثق من اللي جاي؟ إن شاء الله كل خير. صباح الخير. هي كويسة؟ الحمد لله. شكرا. اسيبكم لوحدكم بقى. تيتا انت كويسة؟ فيكي ايه؟ صدق الله العظيم. والله العظيم خضتيني عليكي. بقى يا سلمى لازم اكلمك وابعتلك عشان تيجي؟ ده كلام برضو؟ اكيد لا يعني. وبعدين ما انا كنت عندك من 3 ايام، وانتي عارفة ان احنا مقسمين الزيارات، انا وشمس ومريم، عشان شغل البيت والصيدلية، ما انتي عارفة يا تيتا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، بس انا كنت عاوزه اكلمك في موضوع. انتي تأمري يا تيتا. خير قوليلي. في واحد زميلك في الكليه جه مع يحيى زارني. حازم؟ اللي طردتيه من البيت. تيتا انا ما طردتوش، انا قلت له ان هو ما ينفعش يجي يتقدم في ظروف زي دي، وبعدين هو اصلا جه من غير ما يقول لي. انا اتفاجئت يا تيتا. ويعني ايه يجيلك المستشفى؟ يعني بجد الموضوع بقى مستفز. بتحبيه؟ ايه يا تيتا الكلام ده يعني؟ لا يعني انا مش بفكر اصلا مش بفكر يا تيتا في الحب وكده، وبعدين الظروف اصلا مش. بتحبيه يا سلمى؟ شوفي بقى مفيش حد فاهمك قدي، على طول حاطه الدنيا فوق دماغك وتفضلي لمصلحه الكل عن مصلحتك. بس يا بنتي ما ينفعش في الموضوع ده تعملي كده، ما بقيتيش صغيره يا سلمى، وده قرار يا بنتي لا انا ولا اخواتك نقدر نجبرك عليه. انا بس يا تيتا شايفه انه لا الظروف ولا الوقت مناسبين. ظروف ايه؟ لو هتستني لما تبقى الظروف مناسبه هتستني العمر كله. اسمعي كلامي يا بنتي، انا شايفه انه شاب مهذب ومؤدب وابن ناس. طيب بصي، هو انا بصراحه يعني مستريحه له، بس ايه تاني؟ مش عارفه، خايفه اوافق يا تيتا. ليه؟ وفي نفس الوقت خايفه ارفض. كويس ان لقيتك لسه ما مشيتش. هقعد هنا. ها اقعدي. عايزه ايه يا روشاني؟ معايا امر بالقبض عليك. ومعاكي اذن نيابه من مره ولا ايه؟ لا، معايا اذن اهم من النيابه. شمس شخصيا. لازم بالويف يعني؟ ايه الويف ده؟ ما علينا. عايزه ايه شمس؟ مالها؟
بتقولي عدي عليك اخدك بعد المدرسه ونروح مع بعض عند تيتا في المستشفى. ليه؟ مش عارفه، قالت لي عشان الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح، وما تسالنيش ايه الموضوع لان اكيد ما اعرفش. ايوه يعني، بس ليه اشمعنى يعني المستشفى؟ اعتقد يعني ان الموضوع ما ينفعش الكلام فيه الا في وجود تيتا، وبعدين سلمى ويحيى هيقابلونا هناك. انا مستغرب الطريقه والمكان يعني، بس اوكي. بس نعدي نجيب ورد بقى قبل ما نروح. خلاص بينسور، بس بسرعه عشان ما يتاخرش. بينسور؟ اه ينسور. طيب بس بجد يا مريم، بجد بجد انت بقيتي سفاحه فرنساوي فعلا. والنبي والنعمه، ده انت مفيش كلمه فرنساويه لما بتدمريها تماما. يلا. يا بنتي يا حبيبتي ما توجعيش قلبي، عايزه رد اقوله لحازم ولا لا. بصي يا تيتا هو كويس، بس انا خايفه من ايه عشان بس تبقي فاهماني. انا خايفه ان هو يطلع زي بقيه الرجاله والاقيه بقى مقعدني في البيت اربي له العيال وامع له باميه، وانا الجو ده مش دماغي. يا حبيبتي الحاجات دي ممكن تتفقوا عليها بعدين، امال هي الخطوبه معموله ليه؟ تفتكري كده يعني يا تيتا؟ يلا اتكلي على الله وقولي موافقه، خلينا نفرح يا بنتي وسط الهم اللي احنا فيه ده. ماشي. موافقه يا تيتا. مبروك يا حبيبتي مبروك. لو ما كناش في المستشفى كنت زغرات. الله الله على الضحكه. مبروك. الله يبارك. ايه ده؟ يعني حصل صح؟ وبسم الله الرحمن الرحيم علمنا الليلة لا 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 عرسنا زن كعيل العز. مش في عيال يا عم سيبينا نفرح، ده ليلة عيد وفرح أختي على المعيد. ميرسي. هو انت مفيش مره هتعرفني ان انت جاي؟ يعني كنت هتعملي ايه يعني يا سلمى؟ لا يعني بس مره جيت شفتني بلبس البيت كده وبشبشب، ودلوقتي يعني لا ما تقلقيش، زي القمر في اي لبس. الله اهو كده. والله العظيم والله العظيم 3 أول مرة في حياتي أشوف سلمونلي مكسوفة. سكر يا يحيى. احنا جينا. اهلا مريومه. هشام اهلا هشام، كويس انك جيت. عقبالك يا بنتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك الله يا يبارك. اوعى تكون قريتوا الفاتحه من غيري. أنت حافظاها أصلا. ما هي سلمى اللي كنت بكلمك عنها. سلمى خلاص وافقت انها تتخطب لحازم. الله حلو قوي الوقت. اتفضلي. الله ميرسي. بجد ميرسي جدا يا مستر هشام، وفرصه سعيده ان انا اتعرفت بحضرتك. يحيى أخو العروسة. طب يا ولاد ما دام اتلمينا كلنا كده نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. ماشي يا تيتا بس بشرط مفيش اي خطوبه لما تيتا تخرج بالسلام. وانا عن نفسي طبعا موافق. عشان انت اللي توزعي الشربات يا قمر. طيب يا حبيبتي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا ولاد طب مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي بتتجوز. في عيانين هنا يا زكي. وانا ممكن افهم يا شمس ايه لازمتها قعده المحاكمه اللي انت عاملاها لنا دي؟ محاكمة ليه يا بنتي؟ يعني احنا لما نقعد مع بعض كده عيلة ونفكر في مشاكلنا ونلاقي لها الحلول، دي تبقى اسمها محاكمة؟ لا، تبقى اسمها قعدة اعترافات ليلية. كفاية تهريج بقى يا يحيى. يا جماعة احنا في مشاكل بجد، لازم نقعد مع بعض ونفكر ونخطط، يا اما هندخل في كارثة. انتوا حاسين ولا لا؟ طب ماشي براحتكم، استأذن انا. اقعدي بس يا شمس وما يبقاش خلقك ضيق كده اهو، اقعدي. ممكن اعرف حضرتك هتعملي ايه في دراستك؟ انت عارفه انا اجلت الترم. طب يا ستي حازم كلمني وقال لي ان ما شاء الله كانت تقديراتي كويسه قوي السنوات اللي فاتت، وان شاء الله هيقبلوا الالتماس. ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت مخططه كل حاجه انت وسي حازم اهو. نفسي افهم ايه اللي مزعلك، يعني هي كانت مخططة تخطفه منك. يا بنتي في انت بوزك على طول سبب دماغك كده، استبري بالله، الست بتحاول تساعدك. ها؟ وانا متاكده ان انت هتفرحي، بس لازم بقى نسيب شغل الصيدله ده، على الاقل نخليه بس في الويك اند والاجازات.
ربنا يسهل يا شمس. ربنا بيسهل الناس اللي بتتحرك، اللي بتفكر، اللي بتخطط، اللي بتنفذ. ايوه. انت بتدخل ايه اصلا؟ فراغ. طب قول لي بقى، انت هتروح تجيب الملازم بتاعتك امتى ان شاء الله؟ لما الامتحانات تخلص؟ ايه ده؟ هو فيها امتحانات؟ تصور في امتحانات؟ بجد؟ يا خبر. قول والله. والله. يحيى نعم. خليك جدع بقى كده وراجل، تروح تجيب الملازم بتاعتك وتبتدي مذاكرتك. اوكي. وعلى فكره احب اقول لكم خبر مهم جدا، ان انا كمان هبتدي مذاكره واكمل دراستي كده وابقى بني ادم ايوه محترمه. هكتب لك على شويه ملازم تجيبها لي من مكتبه اداب انجليزي. فروم ماي ايز. اما الاستاذه مريم، لا انا متهيألي انا اكتر واحده فيكم ملتزمه وعارفه طريق. انتوا بقى ايه، عايزاكم تفوقوا كده لنفسكم، ها؟ وايه ربنا يوفقكم ان شاء الله. بس انا مش يعني انا كويسه يا شمس يعني. هي فيري بيست. كويسه، هي تبقى هي عارفه طريقها. أيوة. احنا بقى هتساعدينا في طريقنا. ها يعني ما انا بقول لكم فوقوا كده المستقبل. ايوه فوق. ايوه احنا ماشي يا محتاجين أستاذ. نفوق. حاضر. اوكي. عشان ما هو ما ينفعش. انا دي اقتنعت. طب انا اسيبكم تهزروا بقى واروح عشان انا اتاخرت على الصيدليه. الله، انت مش الشفت بتاعكي الصبح؟ ما هو انا لما تيتا كلمتني الصبح اضطريت انزل زميلي، فلازم انزل دلوقتي اشيل عنه ساعتين، يروح الراجل ينام شويه، يعني حرام. عندك حق. ما تقلقيش مش هتاخر. ربنا معاكي. تفضلي. على السلامه يا دكتوره. باي باي. Antihistamines could theoretically reduce some of the symptoms of a cold runny nose and sneezing fever. سلام عليكم. اهلا. خير. مفيش، لقيتك متأخرة فقلت امس عليك بكوز ذرة. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. والله العظيم انت ابن حلال. حبيبي. كان نفسي فيها قوي. ألف هنا. انت هتروحي امتى؟ انت ايه اللي جايبك؟ مش عندك شغل؟ ما انا سبت واحد صاحبي في المحل، زميلي يعني، وجيت عشان افك منك 200 جنيه. لا والله مش عندي. عارف انت لو جيت بدري 10 دقايق بس صاحب الصيدليه لسه واخد الايراد. يا خسارة كنا سرقناه. بقول لك ايه؟ إيه؟ عارف السوبر ماركت اللي جنبينا؟ اللي جنبينا ده؟ لا ما اعرفوش. رخص يا يحيى، روح فك منه. طب اطلب منك طلب سئيل؟ قول، هي عادتك ولا تشتريها؟ ما تروح انت تبدهي منه عشان خاطر هو يعني واخد مني موقف، عشان باخد منه شكك وما برجعلوش الفلوس ساعات يعني. ماشي. معلش فكالي منه. نشوفك انت معاك ايه؟ ربنا يبارك لكم. ما تاكلش منها، ها؟ خلي بالك من الصيدليه. بصي اعتبري الصيدليه زي اختي، شفتي بعاملك ازاي؟ حبيبي حبيبي. سامحنا يا رب. ويا هم كلهم شبه بعض ليه؟ اكيد مش حاطينهم في الوش، يعني حاجات ممنوعه. حبيب قلبي حبيب قلبي. جميل قوي الكلام ده. ده حلو قوي. عايز خمسينات ولا عشرينات؟ ارباع. ماشي يا لطيف، خد ما عندوش حشرات. بقول لك ايه؟ هو بتاع الصبغه ده حلو ليا؟ امشي يا يحيى. اصل عايز اعمل قصه بامبي. امشي يا يحيى بقى، عندي شغل. طب انت هتروح امتى؟ وبعايا كده بس زميلي يجي يستلم مني. حلو، خليه يجي يستلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو عايز تزورها بكلميني. ماشي. متأخريش. حاضر. على طول.